في يوم 14/4 سنة 1997 مؤسس شركة اسمها بري اكس كان قاعد في مؤتمر دولي، كان بيحكي عن نجاح شركته بعد ما اكتشف منجم ذهب. والمنجم ده اللي بتملكه شركة بري اكس اللي مقدر عدد الذهب اللي موجود فيه بالأوزان هو 70,000 طن. طبعا الكمية دي خرافية، الفضائيين شخصيا ممكن ينزلوا عشان يحتلوا كوكب الأرض لو في ذهب بهذه الكمية. المهم القصة عملت دوشة كبيرة جدا في الأسواق العالمية في الوقت ده، والكل هجم عشان يستثمر بس في أسهم الشركة دي ساعتها. بس اللي محدش كان يعرفه ان الحكومة الأندونيسية في الوقت ده كانت مقررة ان هي تستولي على الشركة دي، لأن الذهب أو المنجم ده كان على أرضها. فازاي انا ما بقاش المستفيده من حاجه زي كده؟ لان لو سيطروا عليه فجاه اندونيسيا هتبقى واحده من اقوى الدول في العالم. المهم ان بعد ما الملياردير ده خلص الخطاب بتاعه، فجاه الحكومه الاندونيسيه بعتت له طياره عشان يبداوا التحقيق معاه، والراجل ركب بمنتهى سلامه النيه. لكن فجاه حصل اللي انت ممكن تتخيله او تتوقعه، عمليه اغتيال، تصفية، إعدام. لكن اللي حصل، أو خليني أقول لك مش هحرق لك القصة دلوقتي، المرة دي هخلي لك كل حاجة مفاجأة. اللي ما يعرفنيش أنا أحمد مأمون، وأهلا بيك في منطقتي. النهاردة هحكي لك قصة فيها آلاف الأشخاص بيتخانقوا على حاجة واحدة بس. كنز لو حد وصل له هيغير شكل العالم كله، وهيخليك أقوى وأحسن وأشرس. تخيل إن كل البورصات في العالم وكل منابع القوة كانت بس بتتنافس على الشركة دي. لكن اللي حصل بعد كده عمر ما كان حد يقدر يتوقعه ولا يتخيله، والسر كان كله في الذهب. وللناس اللي طلع لها الفيديو ده فجأة، فأحب أعرفكم بينا. إحنا عيلة فيها 79,000 شخص مهتمين إن إحنا نعرف كل حاجة غريبة وعجيبة. فلو أنت حابب تنضم للعيلة بتاعتنا، انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب عشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي جاية. في البداية لو قلت لك كلمة منجم ذهب، إيه أول حاجة هتيجي في بالك؟ من غير ما تقول لي أو تكتب في التعليقات، أنا عارف إيه اللي أنت هتقوله. مكان مظلم مليان صخور، في شوية ذهب موجودين في الحجارة، في عربيات موجودة جوه، في سكة حديد موجودة بطول المنجم. بس للأسف خليني أقول لك إن الصورة دي مش حقيقية إطلاقا. كمان شوية هتعرف إيه هو المنجم وشكله الحقيقي بيبقى عامل إزاي. وحاجة لازم تبقى عارفها وانت بتتفرج على الفيديو ده، في ألوف من الناس في اللحظات اللي أنا وانت بنتكلم فيها دلوقتي دي بيدوروا فعلا على الذهب، أو بمعنى أدق في ناس بتقعد باليومين والثلاثة والخمسة والعشرة والشهر عشان بس يطلعوا جرام أو 2 جرام ذهب. الموضوع متعب، بس في نفس الوقت الموضوع مربح. وعشان برضو تبقى عارف معلومة على جنب كده، كوكب الأرض فيه بس 300,000 طن ذهب، والمكتشف منهم بس هو 190,000 طن. يعني اللي باقي محدش يعرف عنه حاجة. الذهب هو معدن نادر جدا، فبالتالي كان ملاذ آمن للبعض عشان خاطر يأمنوا فلوسهم. واحتمال كبير انك تكتشف كمية اضافية في العالم بسيطة جدا. يعني خلاص سعر الذهب بقى ثابت ومش هيزيد عشان خاطر مفيش منه تاني. المعلومة دي عادية صح، وشايف ان ملاش لازمة، بس اتقل عشان هي دي اللي بنبني عليها كل اللي جاي. ومع ذلك هتكتشف ان بطل قصتنا كان غبي وطموح وذكي جدا في نفس الوقت، وعلى الرغم من كل ده الناس مشيت وراه وصدقته وباع لهم الهوا. القصة بدأت مع واحد فلبيني اسمه مايكل دي جوزمان. مايكل درس في الفلبين وتخصص في قسم الجيولوجيا. بعد كده سافر اندونيسيا عشان يشتغل في مجال التنقيب عن الذهب. والفترة اللي احنا فيها دلوقتي دي هتلاحظ ان معظم اذا ما كانش 90% من الخلافات اللي بتحصل ما بين روسيا وامريكا والصين بتحصل بسبب خلافات على الذهب. لأن الذهب أو المعادن بشكل عام هي عصب الحياة، واللي هيملكها هو اللي هيحتل الكوكب كله في 100 سنة اللي جايين. لأن المعادن دي هي مورد طاقة أساسي، بطاريات، معالجات، وحاجات تانية كتير. الاتحاد السوفيتي في السنين اللي فاتت اتربع على عرش العالم عشان بس كان عنده احتياط الفحم الأكبر في الكرة الأرضية، وده كان ساعتها مصدر الطاقة الأساسي. ومع الوقت بدأ يظهر البترول، فبقت أمريكا هي الملكة وهي المسيطرة بشكل عام على كل الطاقة في العالم. في أي حتة في الدنيا فيها بترول هتلاقي أمريكا ليها قاعدة جوية أو عسكرية هناك، كأنها عندها أكبر احتياطي بترول في العالم كله. دلوقتي الصين عندها أكبر احتياطي معادن موجود في العالم. فأعتقد أنت عرفت ال100 سنة اللي جايين بتوع مين. المعلومة دي أنا بقولها لك بس على جنب عشان تفتكرها، لأن بطلنا كان عارف المعلومة دي من بدري قوي. بطل قصتنا مايكل دي جوزمان اما سافر اندونيسيا وسعى بكل قوته ان هو يشتغل في شركه من الشركات اللي بتحاول انها تنقب عن المعادن النادره دي، لان غالبيه الشركات دي بس موجوده في اندونيسيا. صاحبنا ده حاول ان هو يشتغل في معظم الشركات اللي موجوده في اندونيسيا اصلا
بس كانت في عنصريه ناحيه الفلبينيين في الوقت ده. خلال 5 سنين حاول ان هو يعمل كل حاجه عشان يشتغل او يترقى وظيفيا في شغلانته، لكن كالعاده ما عرفش. عشان كده قرر يسيب شغله وحاول ان هو ينقب عن الذهب بنفسه. اول قرار خده جوزمان ان هو يسافر لجزيره اسمها برونوي، اللي تعتبر دي واحده من اكبر الجزر اللي موجوده في العالم. الحته دي تعتبر متقسمه بين 3 دول، اندونيسيا وماليزيا وبروناي. جوزمان راح للغابات في الاقليم الاندونيسي، لان كان كل اللي بيدور على الذهب في العالم كان بيروح هناك، لان استخراج الذهب هناك كان شبه سهل جدا، يا اما عن طريق مجرى النهر يا اما ان هم بيحفروا في الصخر. بتقعد عند النهر وبشويه مصافي وادوات بسيطه جدا تقدر تستخرج لك كام جرام ذهب عادي جدا. يعني الموضوع سهل بس محتاج صبر. وجوزمان ساعتها قال لنفسه ان الطريقه دي مش مربحه وان هو كده بيلف حوالين نفسه، فقرر ان هو يعمل اغرب حل ممكن تشوفوه على الاطلاق. بدأ يدور على منجم ذهب. وكونك بتدور على منجم ذهب ده معناه كأنك بتدور على كنز بجد. الموضوع ما كانش سهل خالص، ممكن تفضل حياتك كلها بتدور عليه، بس لو لقيته حياتك كلها هتتشقلب من فوق لتحت. جوزمان اشترى فعلا ادوات بسيطة وحاول ان هو فعلا يدور على منجم الذهب ده. الموضوع كان ممل وصعب جدا، وعشان لقى ان موضوع التدوير ده ما بيجيبش همه فقرر ان هو يشتغل كسمسار. يعني بطل يدور على حبيبات ويدور على جرام او 2، بقى بيشتري من الناس اللي على النهر دول الذهب ب10 سنت مثلا، ويبيعه للناس في الاقاليم ب14 سنت وياخد هو الفرق. بالطريقة دي جوزمان كان بيطلع مصاريفه اليومية بمنتهى السهولة، وباقي الوقت كان بيدور على منجم الذهب. المهم 4 سنين راح البحث كله على الفاضي، العلم والخبرة والأدوات كلها ما جابتش معاه نتيجة، فقرر ينسحب ويرجع للفلبين. بس اتكسف ان هو يرجع ايد ورا وايد قدام، فحاول ان هو يستقر في اندونيسيا. ومن هنا بدأت القصة الحقيقية. في تفاصيل كتير محدش يعرفها عن مايكل دي جوزمان، ان هو اشتغل فترة طويلة جدا كمسوق وكمندوب مبيعات. كان بيشتري بضاعة من الاقليم الاندونيسي، من تحديدا اقليم برونوي، وبيبيعها في نفس الجزيرة بس في الاقليم الماليزي، عشان الاقليم ده كان سياحي فالموضوع فيه اغلى شوية. في الفترة دي جوزمان اتجوز وقرر ان هو يطور مهاراته في البيع والشراء. مش بس كده، هو كان ليه اسلوب ساحر في التفاوض. المهم جوزمان كان شغله ماشي واموره تمام. الامور فضلت ماشيه بنفس الشكل ده لحد ما اتعرف على عالم جيولوجيا اسمه جون فيلدر هوف. جوزمان انبهر بهوف بشكل رهيب، مش عشان خاطر كان شخصيه علميه وحد محترم، لا اطلاقا، ده كان زباله. لكن مايكل انبهر عشان بس هو كان عالم جيولوجيا واشتغل في التنقيب قبل كده، كان نجح في شغله، وكمان كان بيعمل كل حاجه ممكن يبقى عايزها مايكل ويطلبها في اي حد. ومايكل ما كانش فارق معاه شخصيته البشعه اصلا. المهم عنده ان هو عنده نفس الشغف بتاع تدوير الذهب. فجاه وهم قاعدين بيتكلموا، فمايكل بيقول له انا محتاج طريقه اقدر الاقي بيها منجم للذهب عشان نتشهر ويبقى معانا فلوس كتير. هوف رد عليه وقال له جمله غريبه جدا لكنها مرعبه، صدقني. قال له عشان تبقى غني وناجح مش شرط يبقى عندك منجم ذهب، كفايه تقنع الناس انك عندك منجم ذهب. يعني ايه؟ عارف انت الفكره او الفيديو او الفيلم اللي ممكن تتفرج عليه هيغير لك حياتك؟ اهي دي الجمله اللي غيرت حياه مايكل دي جوزمان تماما. من بعدها مايكل فعلا نجح، بس مش في مجال عشان خاطر يخدم بيه البشر، بل عشان يستغلهم وينصب عليه. جوزمان قال لنفسه انا راجل بعرف ابيع وبشتري كويس جدا وشاطر في الذهب والمفاوضات وكل الحاجات الحلوه دي، فانا مش لازم يبقى معايا منجم عشان ابقى مليونير. انا ممكن اسس شركه وابيع اسهم الشركه دي للناس، ما يبقاش لا فيه لا ذهب ولا منجم ولا اي حاجه. بس الموضوع مش بالسهوله دي. مايكل عرض الفكره على هوف واللي وافق فورا. قال له ده فكره عبقريه نقدر بيها نبقى مليونيرات في وقت قليل جدا. خطتهم كان ان هم يشركوا حد تالت يدعمهم بالفلوس. بس ازاي هنبيع الفكره اصلا؟ هي ايه كانت الفكره اساسا؟ ان هم يعملوا شركه وهميه يبيعوا فيها اسهم لشركات ومناجم ذهب اللي اصلا مش موجوده. اول حاجه عملوها ان هم اشتروا ارض كبيره في مكان في برونوي، وعملوا سور حوالين الارض دي، وجمعوا شويه معدات من ادوات التنقيب عن الذهب. كان اللي يشوفهم من بره يقول اكيد المكان ده فيه حاجه، مستحيل تبقى الهلومه اللي هناك دي على الفاضي. لو انت ماشي ولقيت محل قدامه 20 فردة كاوتش، منطقيا هتقول الراجل ده كاوتشاجي، مش محتاجه ذكاء يعني، صح؟ فلو انت ماشي ولقيت قدامك كل ادوات الاستخراج بتاعه الذهب، فمنطقي هناك في منجم، صح؟ فلما الناس شافت الموضوع ده امنوا وصدقوا ان اكيد الهيصه دي فيها حاجه هناك. كده احنا خدنا الصيت، صح كده؟ ودي كانت شغلانه جوزمان. دلوقتي جه وقت انك تعرف يعني ايه منجم ذهب. هو عباره عن ارض صخريه، وفي حالات نادره قوي بتبقى ترابيه
او رمليه. جوه الارض هتلاقي حبيبات ذهب ممكن تبقى منتشره، ممكن تبقى في صخره وزنها 10 طن وبس فيها 20 جرام ذهب. المنجم نفسه بيبان ان هو ارض مستويه لكن من جوه متروس ذهب. والصخر اللي هم بيخرجوه مش صخر زي اللي انت بتشوفه، صخر شكله غير منتظم، لا ده هم بيحفروا بادوات معينه وباشكال معينه اسطوانيه وطويله عشان بس يطلعوا الصخره دي عشان يثبتوا ان هي فيها ذهب ولا ما فيهاش ذهب. وبعد ما يطلعوا الصخره دي او العمود الاسطواني ده من النص كده بيبدا يتقطع، ومنها بيبداوا يحللوا اذا كانت المكان ده فيه ذهب ولا ما فيهوش. بعد ما الصخره دي بتتقسم نصين بيبعتوا نص منهم للمعمل يتحلل، والمعمل هو اللي بيحدد ايه اللي موجود جوه المنجم ده عن طريق الصخره دي. فيبدا يقيم لك انا دلوقتي عندي 20,000 طن، عندي 20 طن، ايا كان، هو المعمل هو اللي بيحدد ده. وافتكر ده كويس قوي. جوزمان عمل اكتر حركه ثعبانيه ممكن تشوفها في حياتك. عمل فعلا الموضوع ده وجاب نفس الادوات اللي بتخرج الصخره الاسطوانيه دي وخرج فعلا الصخر، وجاب خاتم وكسره وطحنه زي البراده ورشه على الصخره دي. هتقولي بمنتهى البساطه كده عادي الموضوع عدى؟ هقول لك صديقي احنا ساعتها كنا في التسعينات، فالموضوع ما كانش متطور لهذه الدرجه، ولا نقدر نعرف الذهب ده اترش امتى ولا عمره كام سنه. والاهم ان كان في الوقت ده في نسبه فساد عاليه جدا في اندونيسيا، فكان من السهل انك تمشي امورك بمسي علينا يعني. الغريب وحاجه انا مش قادر افهمها في القصه دي ان حسب المصادر اللي انا قريتها جوزمان ما دفعش رشوه لحد، لكن جوزمان اختار اكتر معامل الناس فيها مش مهتمه بشغلها وراح لهم. قال لك دول مهملين مش هيبصوا في الحاجه اصلا. وبسبب شغل جوزمان زمان في موضوع المبيعات لشركات الذهب فبقى عارف مين المعامل اللي مهتم بشغلها قوي وهيبعد عنهم، ومين المعامل المهمله اللي هيروح لهم عشان يدوا له الموافقه بسرعه. لان التقرير اللي هيطلع من المعمل ويقول ان الارض فيها ذهب ما فيهوش رجوع، فلازم يختار المعمل ده بعنايه شديده، لان القرار اللي هيطلع ده هو رسمي من الحكومه. اللي حصل ان فعلا زي ما جوزمان عايز الارض طلع فيها ذهب بنسبة كويسة، والمعمل أكد على الكلام ده، وحتى ما طلبوش عينة تانية عشان يتأكدوا، ده بس ادوا الموافقة. ولحد دلوقتي محدش يعرف إذا كان التقرير ده طلع بسبب رشوة ولا الموضوع مشي كده فساد. المهم إن التقرير طلع وتم إثبات إن جوزمان فعلا عنده منجم ذهب في الأرض دي. ونروح عند الخطوة الثالثة وهي البحث عن الشريك. احنا عايزين حد معاه فلوس. دي كانت وظيفة هوف عالم الجيولوجيا سيء السمعة. وصل بالصدفة لواحد من صحابه اللي موجودين في كندا هناك، وهو كان مستثمر بيحاول ان هو يستثمر في حقول الطاقة والغاز والكهرباء وكل حاجة تجيب فلوس. الشخص ده اسمه ديفيد والش، كان واحد من ضمن اشهر المستثمرين في الوقت ده ساعتها. هوف عرض عليه الموضوع كمستثمر اجنبي عادي جدا بمنتهى البساطة، والتقارير كانت مثبوتة ومتأكد ان هي صحيحة 100%. والراجل طبعا عينه لمعت، ومن كتر الحماس اتأكد ان المشروع ده هيعوضه عن كل فلوسه اللي خسرها في حياته. ومن الطريق ده سافر بيه اندونيسيا، قعد مع جوزمان وهوف عشان خاطر بس يفهموا الدنيا هتدور ازاي. شاف المنجم بعينه واطلع على العينات والتقارير، يعني نقدر نقول ان ولش ده كان كبش فدا، هم قاعدين مدورينها وهو بس فلوس. وبالفعل اتفقوا هم الثلاثة. في المرحلة الرابعة والأخيرة بعد ما جابوا المستثمر، احنا بقى عايزين ننزل الشركة دي البورصة. هنعملها ازاي؟ بعد كام اسبوع بدأوا فعلا في اجراءات انشاء شركة وسموها بري اكس. بعد سنتين عملوا فعلا اجراءات ونزلوا شركة بري اكس في البورصة رسميا. ومن هنا ابتدى الرعب، ابتدى يتدخل الشركة أكتر من 200 مليون دولار أسهم في أقل من 10 أيام. المشهد الإعلامي كان كله عبارة عن بيتكلم بس عن فرصة العمر. ناس كانت بتبيع بيوتها وعربياتها وأي حاجة عشان بس ياخدوا أسهم في شركة الأحلام. جوزمان كان نجم مؤتمرات بيظهر في وسط المستثمرين ويقول لهم قد إيه الموضوع كان معاناة عشان نلاقي بس الأرض دي، وكان كل واحد فيهم بيطلع يزود حتة دراما على الموضوع، يحط شوية شطة بس من فوق، والناس كلها عايشة على أمل الذهب. وكان اللي بياخد سهم في الشركة كان بالنسبة لهم من علية القوم، ومين اللي ممكن يعترض؟ ما هو كده كده كل حاجة رسمي يا باشا. الإعلام الكندي والأمريكي الاتنين دخلوا على الخط وكانوا عايزين ياخدوا حصة من الصفقة طبعا، مقابل إن الشركة بتنزل الأسهم بتاعتها مش بس في البورصة الكندية، لا في البورصة العالمية. الأسعار بتاعت السهم وصلت من 30 سنت للسهم ل 160 دولار للسهم الواحد. الناس اتجننت حرفيا. الموضوع يا صديقي لو انت مش متخيل أشبه بأنك تحط دولار فيرجع لك 16,000 دولار.
انت متخيل الرعب؟ هوف كان بس بيسكن الناس، وبما انه عالم جيولوجيا وماسك شهاده جيولوجيا في ايده، فكانت وظيفته ان هو بس يحفز الناس ان لا في مناجم جايه، فاللي ملحقش المره دي هيلحق المره الجايه ان شاء الله يعني. وجوزمان طبعا كان مجهز علاقاته في معامل تحاليل من الشباب اللي هتشتغل معاه والناس اللي هتيجي عشان تعاين المعاينات، وكل مره منجم يطلع مليان ذهب زي ما يكون سبحان الله ايده فيها البركه، اي حته ينزل فيها هيلاقي فيها منجم ذهب. التحول بقى، ومن هنا البلوت تويست اللي محدش عارف يتوقعه اصلا. الحكومة الأندونيسية قالت هو في إيه يا جماعة؟ هو إيه الراجل الغريب اللي كل ما يلاقي نفسه فاضي يطلع في حتة يلاقي فيها منجم دهب فجأة، وإن في حاجات مش مظبوطة بتحصل في الأماكن دي. فبالصدفة اقتحموا المكان وخدوا 38 عينة صخرية من المناجم المختلفة دي، والمفاجأة ما طلعش فيها أي دهب. وطبعا مش مفاجأة يعني، هو ده العادي. هنا بدأ الرعب ينتشر، وسعر السهم نزل في الأرض، والناس حرفيا بقت بتفلس، وقيمة الشركة وقعت في الأرض. وجوزمان كان بيحرق أي حاجة ممكن تكون بتوديه في داهية. وطبعا كل الناس عايزة تعرف فلوسها راحت فين، لكن طبعا خلاص كل حاجة اتحرقت. وفي اللحظة دي الحكومة الأندونيسية قررت إن هي تخش الشركة بتاعت هوف وجوزمان الاتنين عشان خاطر تقسم اللي جوه وتدي للناس فلوسها. بس للأسف لا يلاقوا فلوس ولا ورق يثبت أي حاجة. الفضيحة كبرت، وجوزمان بدأ يرتب خطة الهروب بعد المفاجأة الكبيرة اللي قالها جوزمان، وقال إن احنا عندنا 70,000 طن ذهب، أكتر من أمريكا كلها طبعا. الحكومة الأندونيسية بعد المؤتمر ده قالت له تعالى بس هنحقق معاك عشان نظهر براءتك مش أكتر من كده، وبعتوا له طيارة خاصة مع قوة عسكرية. طلع جوزمان الطيارة مع ناس، والناس كانت بتصور، وفي الجو فجأة جوزمان اختفى. بيسألوا الطيار هو فين، قال لهم أصلا ما كانش معايا. واتعملت تحقيقات سريعة، وبالصدفة لقوا جثته في أحد الغابات في أندونيسيا، ومحدش يعرف إذا كانت جثته ولا مش جثته أصلا. وكل الشركاء اتقبض عليهم واتسجنوا، واتفتحت تحقيقات لمدة سنين، وفي الآخر كله خرج يا مسجون يا متدمر نفسيا، زي ولش مثلا اللي هو كان واحد من أكبر المستثمرين، وفجأة مبقاش لاقي ياكل، ومات بعدها بسنتين بجلطة. وهوف عرف يثبت ان هو كان بريء، وان جوزمان هو السبب في كل حاجه، فطلع براءه وعاش طول حياته في عزله. الدهب الحقيقه صديقي مش في السهم، لا هو في العلم، والتاكد انك بتشوف فلوسك قدام عينك. ولو سمعت قصه زي دي لازم تاخد بالك، ولازم تاخد حقك تالت ومتلت من اي حد ولو حتى بورقه، لان صدقني مش كل اللي بيلمع دهب، ومش كل اللي هناك ده الماظ. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ولو اول مره تشوفني ما تنساش تبقى تعمل لايك واشتراك، لان الفيديوهات اللي جايه صدقني هتبقى احسن من كده بكتير. سلام.